أغانيك مثلا بتذاع على قنوات الإخوان والجماعة الإرهابية، سواء اللي بتبث من قطر أو من تركيا أو غيره. شوف أنا يعني للأسف الأغاني ما تقدرش إن أنت تمنع الناس، خاصة القنوات التلفزيونية، إنها تاخد الأغنية. بس المشكلة إن هو يعني مفيش آلية معينة. الكلام ده ممكن تعمله أونلاين. كتير اعتبروه مظلوم وكتير بيشوفوه غام، لكن الأكيد إن حمزة نمرة طول الوقت كان مثير للجدل، بيقدم لون مختلف لكنه بيحب أغاني المهرجانات، وكمان اتهموه بالتطبيع. يعني الأغاني بتاعتي ما تصنفش أغاني سياسية، هي أغنية اجتماعية ممكن واحد يأخذها على أكتر من محمل. في الفيديو ده هنعرف مين هو حمزة نمرة وإيه قصته بالكامل، وإزاي قدر حمزة نمرة يرجع مصر تاني. حكاية حمزة نمرة مش بسيطة وفيها أطراف كتير، لكنه ملوش دعوة بأي حاجة غير إنه بيحب المزيكا اللي ابتدى يدرسها من وهو عنده 17 سنة. وقتها كان لسه شاب في تجارة إنجليزي اسكندرية، وسنة 1999 انضم لفرقة الحب والسلام، ودي كانت أهم خطوة أثرت في حياة حمزة وشخصيته الموسيقية. وفضل معاهم سنتين أو أكتر يغني ويعزف جيتار مع الفرقة، وده خلاه ياخد خبرة أكبر في المجال. بعدها حمزة ساب الفرقة وعمل فرقة لنفسه وسماها نميرة، وفضلت الفرقة موجودة لحد 2004. فأسست فرقة اسمها نميرة، وهنا عشان كده كان سبب انفصالي عن فرقة الحب والسلام. وبعدها طلع ألبوم احلم معايا اللي حقق نجاح كبير وقتها، علشان كان فيه غنى مختلف مقارنة باللي بيتقال وقتها وباللي بيتقال طول الوقت. احلم معايا ببكرة جاي. لكن الجدل الحقيقي على حمزة نمرة بدأ لما عمل حفلة في رام الله في فلسطين، لأن في ناس وقتها اتهموه بالتطبيع، لكنه دافع عن نفسه وقال إنه دخل فلسطين عن طريق معبر الكرامة من الأردن، وإنه واجب عليه وعلى كل فرد مؤمن بالقضية الفلسطينية إنه يساعد الشعب الفلسطيني إنه يخرج من عزلته. وفي 2018 عمل حمزة لنفسه شركة خاصة وسماها نميرة على اسم فرقته القديمة، وفضل مقيم في لندن. وقتها اتهموه بإنه له نشاط سياسي، ولكنه دافع عن نفسه تاني ونفى الكلام ده، وقال إنه ملهوش أي انتماء لأي تيار سياسي. ولما المذيع سأله ليه قنوات الإخوان دايما بتذيع أغانيك، قال له أنا ما أقدرش أمنع قناة تلفزيونية إنها تذيع أغاني ليا، ولكن هو ملهوش أي علاقة ولا أي تصريح باستغلال أغانيه لصالح السياسة. أغانيك مثلا بتذاع على قنوات الإخوان والجماعة الإرهابية، سواء اللي بتبث من قطر أو من تركيا أو غيره. شوف أنا يعني للأسف الأغاني ما تقدرش إن أنت تمنع الناس، خاصة القنوات التلفزيونية، إنها تاخد الأغنية. بس المشكلة إن هو يعني مفيش آلية معينة. الكلام ده ممكن تعمله أونلاين. ونفى كل التهم اللي اتوجهت له، وقال إنه عضو في النقابة وإن محدش مشاه من مصر، وفضل موجود في لندن، وكل ما حد يسأله عن سبب غيابه يقول إنه بيخلص شغل. لكن من سنة تقريبا نشر تويتة على حسابه في حب اسكندرية، والجمهور هناه على رجوعه لمصر. ولما رجع مصر وعمل إعلان بنك مصر أكد إنه ما عندوش أي مشاكل من النوع ده، وطلع في تقرير مع ET بالعربي وهم بيحتفلوا بيه وبرجوعه لمصر، وقال من خلال اللقاء ده إنه بيحب أغاني المهرجانات، وإن ده فن زيه زي أي فن، وإن الطبيعي لو موجود في فرح هيحب يسمع مهرجانات. ومن كام يوم نزل أول أغنية من ألبومه الجديد رايق، وبيوعد جمهوره بألبوم حلو ورايق، وإنه متفائل بالألبوم ده. اكتب لنا في الكومنتات بتحب حمزة نمرة ولا لا، وسمعت أغنيته الجديدة ومتحمس تسمع باقي الألبوم، واستنونا دايما في كاركتر جديد على آخر متر.